يعني هي السنة برعاية الأعمال المشتركة اللطيفة. وين ما بالي غير دمعة عين، بنركض لناكل خبز بس الخبز ياكل فينا. لا شك أصالة نصري تطلب عمل وما يجهز لها يعني. العرف لما من حمزين انه رح يكون في لحن منك بألبومه. صحيح، وممكن يكون في عمل مشترك برضه بالمستقبل إن شاء الله عم نحكي فيه. بتشرف. وفي على الأكيد عمل مشترك مع نجم مصري كبير، عمل مشترك مع نجم مغاربي بحبه كتير ومهم كتير. رح تحبون إن شاء الله. يعني هي السنة برعاية الأعمال المشتركة اللطيفة. اليوم طرح على أصالة سؤال وقالوا لها ممكن تتعاوني مع الشامي، قال يلا خليه لحن لي وبركي بنغنيها سوا. أكيد لا شك سمعت. فنانة كتير كبيرة من بلدي وبتشرف فيها، وأكيد عم بشتغل على الموضوع لأنه هي حالة فريدة ومميزة وبده شيء اشتغل عليه ياخد وقته يليق فيها، وأول ما يطلع وعد حتحبوه إن شاء الله. لكن الشغل أكيد لا شك أصالة نصري تطلب عمل وما يجهز لها يعني. بدها تغني ستيلك. إيه بعيونك. أصالة رح تجي على لبنان، أصلا عندها حفل بلبنان. توعدتوا، اتصلتوا، صار في اتصال من بعد هيدي المقابلة بين بعض؟ بدنا هودي التفاصيل هيك، الوراء الكواليس بدنا نعرفها. صراحة يعني ما في شيء مباشر بعد، ولكن بإذن الله أكيد حيصير، لأنه أعتقد أنه هي مرحبة فيني وبموسيقتي، وأكيد هي عادتها يعني تحتضن فنانين بلدها الجداد وتحتويهم، وأنا أحترم أساتذتي. رح يكون التعاون حاطط براسك لحن أو ديو؟ يعني الحقيقة أنا مرحب بالاثنين، يعني إذا هي بدها كلام ولحن على القد بعيوني، وإذا عبالها تشاركني شيء بعيوني.